السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أحبائي الأعزاء؟ النهاردة سوف نتناول الجزء الثاني من قصتنا رمينا أخونا المعاق في الشارع. أنا فكرت نودي شريف دار رعاية متخصصة في حالته، إيه رأيك؟ دار رعاية بتاخد فلوس كتير جدا. انت ناسي ان احنا الفترة اللي فاتت كنا بنصرف من فلوس شريف؟ يعني تقريبا كده فلوسه خلصت. هنوديه بقى بفلوسك ولا فلوسي؟ فلوسي ده إيه؟ ده يا دوبك الفلوس اللي معايا يجيبوا شقة. وانا كمان. هو انت ناسي جهاز البنت بيتكلف قد ايه؟ يعني انا كمان مش هقدر اوديه بالفلوس اللي معايا. وتاني يوم جيت لقيت نادر بيقولي أنا لقيت حل، لو وافقتي عليه كان بيها، لو ما وافقتيش يبقى أنسى أي كلمة أنا قلتها. أنا بصراحة خايف من ردة فعلك. لا قول، هات اللي عندك. إيه رأيك لو خدنا شريف وسيبناه في الشارع، يمكن يلاقيه أي ست أو راجل يعطفوا عليه، ونشوف بقى حياتنا بدل ما هو موقفها كده. انت عاوزنا نرمي اخونا في الشارع؟ انت اتجننت؟ لا طبعا مش موافقة. خلاص، انسي أي كلمة أنا قلتها، أنا أصلا كنت خايف من ردة فعلك من الأول. بس طبعا بعد ما جالي عريس واتنين وتلاتة والاقي الجوازة تبوظ من غير اي سبب، اقتنعت شريف ان شريف هو السبب، هو اللي موقف حياتي. وخلصنا دراستنا في الجامعة. نادر اخويا خلص الاول عشان هو كان اكبر مني بسنة. ونادر بعد ما خلص الجامعة اشتغل على طول وارتبط بواحدة زميلته. وفي يوم لقيت نادر جاي يقول لي هو احنا هنفضل كده طول العمر؟ مين هيقبل بيا عريس لبنته وانا ورايا واحد زي ده؟ او مين هيقبل بيكي عروسه لابنه وانت وراكي واحد معاق ذهنيا؟ قلت له وانا رايحه له بواحد معاق ذهنيا؟ لا استنى، انت الراجل وشريف ده مسؤوليتك انت. انا يا دوب لما اتجوز هاجيلكوا زيارات. انت شكلك كده عايز تخلع من مسؤوليتك وترميها عليا. لا انت هتقدري تشيلي مسؤوليته ولا انا، بس احنا لازم ندور على حل ونشوف هنعمل ايه. كده حياتنا هتقف، لا انت هتعرفي تتجوزي ولا انا. بصراحه انا زهقت، خدي انت الفلوس وخليه مسؤوليتك انت. انا مش كل يوم هرجع من الجامعه اكل والبس واشرب واغير، وغير الحبسه اللي بتحبسها جنبه طول اليوم. انا لا عارف اخرج ولا اتفسح مع صحابي براحتي. انا كمان عندي مذاكرتي يا نادر ومش فاضيه. ودخلت انا ونادر في موضوع عند بقى كل ما يهمل فيه بقيت اهمل فيه انا كمان. ناكله اي حاجه، نشربه اي حاجه، ولو خرج نادر في اليوم المسؤول فيه عن شريف انا كمان بخرج في اليوم بتاعي. ده غير كمان الحموم بقى كل فين وفين لما بنحميه. هو كان طبعا ما بيقدرش يعترض او يتكلم لان هو ما كانش بيعرف يعبر عن نفسه كويس. بقينا نخرج ونتبسط ونعيش حياتنا ونتاخر كمان بره البيت ونقفل عليه بالساعات. واحيانا اليوم كله ما كناش بنروح وكنا بنحط له مره واحده بس الاكل. محدش موافق عليا علشانه، كل خايف لا يكون مسؤوليتي في يوم من الأيام. وأنا اللي رحت لنادر وقلت له نادر، أنا موافق على الفكرة القديمة اللي انت عرضتها عليا بخصوص شريف. شوف هننفذها ازاي وقولي. ايه رايك لو وديناه اي مكان بيحبه زي حديقه مثلا بيحب يقعد فيها، ونسيبه ونمشي؟ وتاني يوم صحينا وفطرت شريف ولبسته وقلت له احنا هنخرجك النهاردة، وهو فهمني وفرح جدا وكان مبسوط. وبعد ما ودينا اخونا الحديقة اللي بيحب يروحها ايام ماما الله يرحمها، مشينا من جنبه تدريجيا من غير ما يحس بينا. وطبعا من اليوم ده احنا ما نعرفش عنه اي حاجة خالص، لا عارفين انه عايش ولا ميت ولا اي حاجة. وبعدها بكام شهر اتجوز نادر زميلته اللي كان مرتبط بيها. وانا فضلت قاعدة شوية، ما كانش بيتقدم لي حد مناسب لحد ما تقدم لي قريب واحدة صاحبتي. كان مناسب ليا جدا من حيث شكله وسنه واحواله المادية. كان مناسب ليا. وفي اول مقابلة تعارف قال لي انا عاوزك تجيلي البيت عندي بكرة. قلت له نعم، انت بتقول ايه؟ قال لي استني ما تتسرعيش، انا بعزمك انتي واخوكي بكرة على الغدا في البيت. عاوز اعرفك شوية حاجات عني علشان تعرفي اذا كنت هتوافقي تتجوزيني او لا. وفعلا رحت انا ونادر تاني يوم عنده البيت. رحت انا ونادر البيت ورحب بينا جدا. ولقينا في بنوتة قاعدة عندها حوالي 20 سنة. استغربت جدا، مين البنت دي؟ بص بقى يا ستي، دي اختي دعاء، عملت حادثه من 5 سنين والنتيجه ان هي عندها مشكله، مش بتعرف تتحرك لوحدها، والدكاتره بتقول مفيش امل في علاجها، بس احنا بنحاول بالعلاج الطبيعي وغيره. دعاء دي مسؤوليتي من يوم ابويا وامي ما ماتوا، ولو وافقتي عليا هتبقى مسؤوليتك انت كمان. طول ما انا مش في البيت هتبقى مسؤوليتك مسؤوليه كامله، ولكن بمجرد ما ارجع هتبقى مسؤوليتي انا. وكمان عاوز اعرفك حاجه، دعاء دي اهم حاجه عندي في الدنيا، اغلى شخص عندي، وخصوصا بعد ما ابويا وامي وصوني عليها. ما بحبش حد يزعلها خالص. ووافقت عشان كنت عايزة ألحق قطر الجواز قبل ما يفوتني واتجوز زي صحابي اللي اتجوزوا وخلفوا. وقلت له ما تقلقش، دي هتبقى أختي أنا كمان. وبعد فترة من الجواز حسيت إني اتسرعت إني وافقت بواحد عنده أخت زي دعاء، لأني حسيت فعلا إن هي بقت عبء عليا.
لان المفروض اكلها والبسها واحميها واوديها كمان جلسات العلاج الطبيعي. صحيح ان جوزي بيبقى مسؤول عنها بمجرد ما يدخل البيت، وبعيش حياتي انا زي ما انا عايزاها، لكن برضو مش عارفة ابقى مبسوطة. كل لما باجي اقوله تعالى نخرج او نسافر يقولي ما اقدرش اخرج واسيب دعاء. اول حاجة بيعملها اول ما يدخل البيت بيسأل عليها هي. كل فلوسنا رايحة في علاجها. وابتديت بقى اهمل في دعاء. قلت لنفسي ده انا اخويا اللي ما عملتش معاه كده ورميته في الشارع هخدم الاغراب. بقيت اهمل فيها، لا اكلها ولا اديها علاجها ولا اي حاجة خالص. لحد ما قلت لها انتي مالكيش في البيت ده اي حاجة غير الأوضة بتاعتك، ما تخرجيش منها خالص. انا خلاص تعبت منك ومن مسؤوليتك. وانا فعلا كنت تعبت، لاني في الفترة دي كنت حامل، ومش عارفة ليه كان عندي هاجس كل ما اشوف دعاء قاعدة على الكرسي ومش قادرة تتحرك اني هجيب طفل معاق زيها. ده غير تجربتي مع شريف اخويا، كانوا هما الاتنين قدامي. طول ما هي قاعدة قدامي بفتكر اخويا شريف، وافتكر عملتي معاه، وافتكر انا رميته في الشارع. مش عارفة ليه ضميري مأنبني قوي من ناحيته. يمكن علشان حامل وخلاص هبقى هحس بطعم الأمومة. واتفاجئت بسمير جوزي وهو جاي يزعقلي ويقولي هو ايه اللي انت عملتيه ده مع دعاء؟ ويعني ايه تقعد في اوضتها وما تخرجش منها؟ ده بيتها قبل ما يكون بيتك، وانا هنا جايبك علشانها هي. وطبعا انا نسيت ان دعاء بتعرف تعبر عن نفسها كويس، غير شريف اخويا يا عيني كان ما بيعرفش يعبر عن نفسه. لا بيعرف يقول انا جعان ولا عطشان ولا انا تعبان حتى.